اهلا بيكم. كريستيانو رونالدو، كل الكلام عن كريستيانو رونالدو. خطوة الانتقال الى النصر السعودي واحدة من اكبر واقوى المفاجآت التي ممكن ان تحدث في ربما تاريخ كرة القدم. لاعب بهذه الشعبية وبهذا الحجم وهذا الكيان وهذه المؤسسة الكبيرة وهذه العلامة التجارية الضخمة ينتقل الى الدوري السعودي. الدوري السعودي ربما لا يعلم البعض أنه في الآونة الأخيرة غير تماما خططه وخطط استقطابات اللاعبين فيه ورفع المستوى تماما، لكن كونه يصل إلى مستوى أنه يستقطب كريستيانو رونالدو وبراتب يفوق 200 مليون دولار سنويا. دي كانت المفاجأة اللي البعض ما كانش متوقعها وما كانش متخيلها. كريستيانو رونالدو حسبته اختلفت، لأنه في البداية كان لما الحوار الصحفي الخاص اللي اتعامل معاه وهاجم فيه إدارة مانشستر يونايتد كان متزامن مع وجوده في كأس العالم. فعلى ما اعتقد انه خطته كان انه بيلعب على فكرة انه هيتألق في كأس العالم، وبالتالي هيجد نادي في اوروبا افضل يلعب له من مانشستر يونايتد، وهيلعب في دوري ابطال اوروبا زي ما هو عاوز. اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه ما جالوش اي عرض مناسب للانتقال لنادي ينتقل اليه، ومن هنا كان امامه فرصة ذهبية، وأمام نادي النصر السعودي أيضا فرصة ذهبية. فرصة ذهبية لرونالدو لأنه يجمع مبلغ كبير جدا من المال في راتب يقال إنه 200 مليون دولار سنويا، وفرصة كبيرة لنادي النصر السعودي لاستقطاب والكرة السعودية عموما لاستقطاب كريستيانو رونالدو. الصفقة تمت بعد ما سافر مسلي آل معمر رئيس نادي النصر إلى أسبانيا، وأنهى التفاوض وحصل على توقيع كريستيانو رونالدو حتى 2025 في واحدة من أكبر مفاجآت في كرة القدم. كريستيانو رونالدو تقريبا يعني في أيامه الأخيرة في كرة القدم عمره خلال الشهرين ثلاثة اللي جايين هيوصل ل 38 عاما. طبعا عمر في كرة القدم هو عمر كبير، وخصوصا أن اللاعب يعتمد في المقام الأول على قوته البدنية، ومع العمر القوة البدنية لا تستطيع أن تجاري متطلبات العقل. ففي النهاية شيء طبيعي جدا وأمر واقعي جدا أنه كريستيانو رونالدو مسيرته تكون على وشك النهاية، وهو ربما يكون هو يعني أمر مش طبيعي بالنسبة له في هذا العمر. يعني من الطبيعي جدا لاعب في عمر 35 عام تكون مسيرته أوشكت على النهاية. بالنسبة لنادي النصر والكرة السعودية فهناك أمر لابد من الحديث عنه، وهو أن الكرة السعودية تسويقيا تغيرت تماما بشكل عام. المدرجات في أبهى صورها دائما، الدوري تنافسي قوي، المباريات بها نجوم كبار من اللاعبين، في كل المباريات نرى لاعبين كبار. نرى منذ أيام قليلة شاهدنا مباراة النصر والهلال، وكانت مباراة في غاية الإثارة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وشفنا تاليسكا وماريجا وغيرهم من اللاعبين. إذن كرة القدم في السعودية ذهبت إلى منحى تماما مختلف عما هو موجود في المنطقة، تفوقت على الجميع ودخلت في وضعية مختلفة. طبعا دايما الناس في مصر بتدخل في المقارنة، الكرة السعودية ولا الكرة المصرية، ولا احنا الدوري عندنا والدوري عندهم. بالأمانة الشديدة ومن متابع للدوري السعودي منذ تقريبا يعني من أكثر 10 سنوات، وأنا متابع جيد جدا للكرة السعودية وللدوري السعودي، فالوضع مختلف تماما. الكرة في مصر
منذ عام 2012 وهي بعيد تماما عن الساحة. الجمهور حضوره قليل ونادر. التنظيم للمسابقة سيء تماما ولا يخدم المسابقة بأي شكل من الأشكال. الأندية أقوى دائما من الاتحاد. تغييرات وتأجيلات وتغيير ملاعب. شاهدنا ما حدث. النادي الأهلي كان متعاقد مع شركة استادات للعب على ملعب السلام، ثم التغيير لاستاد القاهرة بناء على سخط الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي على الإدارة، وهي نقطة جديرة طبعا بالوقوف أمامها، أن الوسائل التواصل الاجتماعي تحرك بعض الأندية، وهذا يحدث وغير معروف عواقبه. أحيان كثيرة تكون العواقب وخيمة. إذا ما عرفنا أن الميزانية الرسمية للنادي الأهلي تقول بأن النادي يحصل سنويا على 25 مليون جنيه من شركة استادات نظير حق انتفاع باسم النادي الأهلي وضعه على الملعب، فبالتالي هناك خسارة مالية كبيرة على النادي الأهلي، سواء إذا كان شرط جزائي لا أعلم إن كان سيتم تنفيذه أو لا. على حد علمي أن المباراة الواحدة قيمة عدم لعبها يساوي 5 ملايين جنيه. وربما طبعا هناك بعض الأمور المتداخلة ما بين الشركة وما بين النادي الأهلي، بحكم أن الشركة هي تابعة للمسؤول التسويقي، وهناك بعض الأمور التجارية بين الطرفين. لكن في النهاية هناك خسارة مالية للنادي الأهلي وخسارة مالية أيضا وتجارية للشركة. هذا جانب. الكرة في مصر تسير بعشوائية شديدة من حيث كل شيء. نحن الآن في الأسبوع العاشر تقريبا، أو مرة جزء كبير جدا من مسابقة الدوري، وحتى الآن لم يتعلن نادي الزمالك عن وجود راعي له، وهو أمر غريب. على حد علمي أن إدارة النادي دخلت في البداية في مفاوضات مع شركة إيت، أحد شركات التطوير العقاري، ودخل النادي في مفاوضات كانت توشك على النهاية، ثم لأسباب غير معروفة وقفت المفاوضات وعاد النادي للخلف وتراجع، ثم ذهب للتفاوض من جديد مع الشركة المتحدة، وأعلن أنها المسوق للنادي. شركة إيت على حد علمي كانت ستقدم للنادي، وهو إعلان وحيد سيكون على قميص نادي الزمالك، بقيمة حوالي 60 مليون جنيه سنويا، وهو العرض الذي لم يتم. هناك بعض الأقاويل عن مفاوضات دارت ما بين الزمالك وإدارة البريد، ولكن إدارة البريد لديها تعاون مع الشركة المتحدة، بحكم أنها إدارة البريد أحد المستثمرين وأصحاب الحصص في شركة بريزنتيشن سبورت، وبالتالي كان نادي الزمالك حاول التعاقد معها منفردا، ثم دخل في بعض الخلافات على حد علمي مع الشركة المسوقة بخصوص هذا الأمر، وكل شيء توقف تماما. الأمر معقد جدا في نادي الزمالك وفي مختلف الأندية. حتى الآن النادي الأهلي هو النادي الوحيد الذي لديه رعاة على قميصه. نادي المصري لديه إعلان وحيد، وباقي الأندية والبطولة عموما بدون رعاة حتى الآن، بعد مرور قرابة ثلث المسابقة، وهو ما يعكس أن هناك في أزمة كبيرة في أمر تسويق بطولة الدوري المصري، وأمر آخر يخص الأندية نفسها في عدم قدرتها على إيجاد الرعاة، ودائما ما تفشل في العمل بمفردها، وهو أمر غريب. يعني في أي نادي في العالم يجب أن يكون هناك إدارة للتسويق وتسويق الإعلانات وتقديم الرعاة.
فهذا الوضع غير موجود على الإطلاق في نادي الزمالك وغيره في الأندية المصرية، بخلاف النادي الأهلي الذي يعرف كيف يتعاقد مع شركات تدر عليه عوائد جيدة. وإن كان الوضع المالي لفريق كرة القدم في النادي الأهلي تجاريا واقتصاديا سيء، وبحسب الميزانية هناك خسارة 200 مليون جنيه في العام المالي الماضي، ولكن هذا أمر يخص الإنفاق أكثر منه الإيرادات، لأن الإيرادات عالية، القصة في المصروفات أعلى بكم أكبر، وهو أمر سنتناوله لاحقا. لكننا الآن نتحدث عن تسويق مباريات الدوري وبطولة الدوري المصري، ونخص بالذكر نادي الزمالك بحكم أنه بطل الدوري في آخر عامين ومتصدر المسابقة حاليا بالتساوي مع النادي الأهلي في النقاط ومتفوق بفارق الأهداف، ولا يستطيع التعاقد مع رعاة. أمر آخر أود الحديث إليه وهو قصة التسويق، الحقوق التجارية الخاصة، الحقوق الخاصة بالبث التلفزيوني، سنتحدث فيها عاجلا، يعني بشكل عاجل الآن، ونتحدث ونتطرق إليها بشكل مفصل أكثر. وهو أن الأمور حتى الآن تسير نحو طريقة التفاوض الفردي، وهو أمر صعب للغاية في ظل أن هناك أندية تمتلك مباريات ولا تستطيع بيع الحقوق بالشكل الذي يدر عليها الدخل الذي تستحقه، وهناك فوارق كبيرة جدا بين مختلف الأندية. هذا الأمر سنعود إليه تفصيلا في الأيام المقبلة، وسنوضح ما الذي حدث والدور الذي لعبه نادي الزمالك في إفساد البيع، خطة رابطة الأندية للبيع الجماعي. شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عام 2023 يكون عام أفضل بالنسبة لكل الناس وعلى كرة القدم المصرية والعربية إن شاء الله.